مفيش حد فينا مش عارف لعبة الكوتشينة، لعبة الورق الأشهر في العالم، واللي لسه متربعة على عرش الألعاب الورقية لغاية دلوقتي، بالرغم من وجود ألعاب ورقية حوالينا كتير جدا قديمة وجديدة. بس في الحلقة دي ما يهمناش تاريخ الكوتشينة قوي، فهنجري فيه سريعا. رغم اني وانا بحضر الحلقة كنت متشوقة جدا اعرف تاريخ اللعبة دي على مدار السنين، بس الموضوع كان عايز بحث وقراءة طويل جدا، والكتاب الوحيد اللي لقيته بيتكلم في الموضوع ده معرفتش انزله. اللي يهمنا في الحلقة دي نعرفه ازاي اللعبة بتتصنع وبتطبع لغاية ما توصل لك. ممكن الموضوع يكون بالنسبة لك سهل، بس الموضوع محتاج تخطيط وترتيب وتكنيك وديزاين، موضوع كبير قوي بصراحة. وبصراحة فكرة انك انت تبتكر لعبة كرييتيف تحمل توقيعك وتنتشر والناس تحبها فكرة لذيذة قوي. تخيل بعد سنين من ابتكار اللعبة تفضل اللعبة بتاعتك موجودة والناس ما بتبطلش تلعب بيها وتورث كده زي لعبة الكوتشينة. فاهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة ابن الشركة وصناعة الالعاب الورقية. فانا ده حسن لو اول مرة تشوفني، ولو شفتني قبل كده وعجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. تعالى بقى في الاول اخدك في رحلة سريعة وخاطفة عبر الزمن في تاريخ الالعاب الورقية. بهيج طير انت. تاريخ الالعاب الورقيه بالذات كان غامض شويه، في ناس قالت ان هي بدات من القرن 15، في اللي قال من القرن 13، بس اللي اجتمعوا عليه في الاخر ان فكره لعبه الورق عموما جايه من اسيا، وعلى الارجح في القرن الثامن، بس انتشرت في القرن ال15 مع انتشار فكره اوراق اللعب حوالين العالم. بس اللعبه الاسيويه عامه ما كانتش بالشكل الموجود حاليا اللي هو 52 ورقه باربع اشكال، وفي اشكال مميزه زي المحارب والسيوف والكؤوس، لكن اقدم شكل الكوتشينه الموجود حاليا مجموعه اسمها كلايستر ديك. ظهرت في القرن ال15 في اقليم بورجندي في هولندا، مكونه من 4 مجموعات، كل مجموعه فيها ملك وملكه و10 بطاقات باربع اشكال، بس اشكال مرتبطه بمعدات الصيد مش الاشكال اللي متعارف عليها دلوقتي. وفي شكل تاني لورق اللعب اسمه الشكل المملوكي نسبه للمماليك، بس المجموعه للاسف مش كامله، ويقال انها دخلت اوروبا عن طريق الجنود تبع الحروب الصليبيه، بالذات مجموعه المماليك. اوروبا وقتها حبت اللعبه جدا وكانت لعبه الاغنياء بس، لان هي كانت مرسومه بدقه شديده جدا ومزخرفه جدا. وبعدين اتوحد الشكل مع انتشار الفكره وظهور المطابع، بقى فيه 4 اشكال من بطاقات اللعب، لكن الشكل اللي وصل لينا وهو الاشهر حاليا هو الشكل الفرنسي المكون من الماس والقلب والنوادي والبستوني او البستوني، وشعبيته ترجع ان هو بسيط في التصميم وسهل في الطباعه، فبالتالي بيوفر ثمن الطباعه. دي كانت لمحة سريعة وبسيطة عن تاريخ الألعاب الورقية خصوصا الكوتشينة. ندخل بقى بتعمق داخل أفكار اللعبة نفسها. الكوتشينة خرج منها ألعاب كتير قوي، كريزي 8، الشايب، جوفيش، حتى سوليتير اللي على الكمبيوتر بتاعك. كل واحدة من اللعب دي ليها فكرة وتكنيك معين في اللعب، انت بتفهم فكرة اللعبة والقوانين بتاعتها وبتنفذ الخطوات اللي تخليك تفوز باللعبة. في المصادر اللي قريتها ما تقالش ايه هي أول لعبة اتلعبت بالورق ده، هل هي الكوتشينة العادية مثلا أو اللي بيسموها دلوقتي الكومي، بس أيا كان متهيألي إن أصعب لعبة اتحطت هي أول لعبة، لانك في الاول محتاج تحط الفكره وبعدين تحط القوانين والتصميم كمان عشان يخدم اللعبه بتاعتك. التصميم كمان هو الاهم احيانا، بقيه العاب الكوتشينه كان قد تم تنفيذ التصميم بالفعل، بالتالي الافكار اللي هتطلع منها اسهل شويه انها تتنفذ. تعالوا بقى نفهم ونعرف ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها وتنفذها عشان تطلع لعبه زي دول. وطول ما احنا بنتكلم في الخطوات هجيب لكم مثال من اللعبه، وهختار في الحته اللي انا هتكلم عنها دي لعبه اونو المشهوره، وهستعين هنا بالمقال المكتوب على موقع شركه شافل دي انك، وهي شركه تصنيع العاب مشهوره. اول حاجه طبعا هي فكره اللعبه والموضوع بتاع اللعبه، يعني مثلا انت ممكن تخلي اللعبه لعبه ذكاء زي اسئله الاي كيو كده بطريقه ممتعه، اسئله مثلا في مواضيع معينه زي انك انت مثلا تسحب ورقه فيها سؤال وتجاوب عليه وتكسب نقط، والكسبان هو اللي جمع نقط اكتر. ممكن تبقى ترفيهيه في حته معينه زي الافلام والمسلسلات، زي لعبه الافلام اللي كلنا بنحبها اتحولت للعبه ورقيه بالفعل. ممكن تخلي اللعبه بتاعتك دي عباره عن مشكله واللاعب المفروض بطريقه معينه يحل المشكله دي، زي لعبه سوليتير اللي موجوده عندك على الكمبيوتر. وممكن ما تحصرش نفسك جوه موضوع معين وتتبع قاعده keep it simple stupid، وده بقى موجود في اونو. اونو مجرد الوان وارقام، 4 مجموعات ب4 الوان، كل مجموعه فيها 10 اوراق من 0 ل9، وانتر اكشن كاردز منهم بالوان ومنهم لا. وانت بتصمم اللعبه او بتبتكر فكرتها لازم تسال نفسك شويه اسئله، انت عايز اللعيبه ازاي تتفاعل مع بعضها. في لعبه اونو مثلا انت بتحط ورقه على الارض، والمفروض بالترتيب كل واحد يحط ورقه باللون او الرقم اللي على الارض، وايا كان الرقم او اللون او الاكشن كارد اللي لاعب معين هيحطه بيتوقف عليه اللاعب اللي جنبه هيعمل ايه بالظبط. دوره هيقف مثلا، الادوار هتتعكس، اللي جنبه مثلا مش معاه لا اللون ولا الرقم اللي اتحط. لازم تسال نفسك هيفوزوا ازاي، هل مثلا بعدد النقط ولا زي في المثال بتاع الاونو اللي بيخلص ورا الاول هو اللي هيكسب. ايه هي قواعد اللعبه، وهل مثلا في حاجات استثنائيه. طيب السيت اب بتاع اللعبه عامل ازاي، يعني مثلا في حاله اونو كل لاعب يبقى ليه 7 اوراق والباقي على الارض، وزي ما شرحت لك كل واحد بيحط اللون او الرقم اللي موجود على الارض. قواعد استثنائيه يعني زي مثلا اللي ما يقولش اونو هيسحب ورقتين. ولازم تسال نفسك سؤال مهم جدا، ايه هو عدد اللعيبه اللي مسموح تلعب في المره الواحده. في حاله اونو اقصى عدد هو 15 لاعب.
عشان يبقى في سماحيه من سحب الورق على الارض مثلا. هل ممكن تسمح بوجود تعادل في اللعبه؟ ولو حصل ايه اللي ممكن نعمله علشان يكسب واحد بس؟ في حاله اونو مثلا مفيش تعادل، هو اللي بيخلص ورقه بيكسب. وبعد ما تسال نفسك كل الاسئله دي لازم تجمع كل ده في ورقه. وعشان تجمع كل الافكار دي مع بعض وتخش بقى في المرحله الثالثه، وهي انك تفكر في ديزاين يخدم اللعبه بتاعتك. وزي ما قلت لك اونو فكرتها بسيطه جدا، ارقام والوان. الفكره بس في الاكشن كاردز. لو في لعبتك اكشن كارد، فكر في الديزاين بتاعها. لازم كمان يكون الديزاين بسيط والناس تتشد ليه وتفهمه بسهوله اول ما ينزل. فكر كده في ديزاين مرح وبسيط ويخدم الفكره، وتدخل بقى على المرحله اللي بعد كده، انك انت بتختبر اللعبه بتاعتك. ولازم تختبرها في الاول كذا مره. الخطوه دي مهمه جدا، لانك بتشوف ايه هي المشاكل اللي هتواجهك وانت بتختبر اللعبه، ولازم تحل المشاكل اللي هتواجهك دي علشان في الاخر تخرج بلعبه سهله وقابله للحل. يعني مثلا تعرف ان في العاب سوليتير غير قابله للحل، هي ملهاش حل فعلا، انت بتفضل جوه لوب كده مش بتخرج منها. وانت بتختبر اللعبه ممكن تواجهك حاجات من دي. خلي المقربين منك يجربوها معاك قبل ما تنزل، ولازم تسمع منهم فيدباك حلو ووحش عشان تشوف اللعبه بتاعتك محتاجه تتطور في ايه. طبعا عاوزاك تحط في دماغك استمراريه اللعبه. في لعب موجوده حاليا في السوق ممتعه جدا، بس ممكن مع الوقت وتكرار اللعب تحفظ اللعبه، وتحفظ كمان التكنيك اللي هتكسب بيه. او خلاص حافظ الاسئله اللي جوه اللعبه، زي لعبه افلام مثلا، انت من كتر اللعب حفظت الافلام اللي على الورق. بس في لعب لا، عندها عدد لا نهائي من الاحتمالات في كل مره، وده موجود في الاونو وفي الكوتشينه. انت بتلعب كل مره، وكل مره بيصادفك حاجات مختلفه. وننتقل بقى على خطوه مهمه جدا وليها علاقه بكواليتي اللعبه، اللي هي الطباعه والبراندنج. هتختار نوع ورق ايه تطبع عليه اللعبه، الورقه هتبقى عامله ازاي. الكواليتي هنا مهمه جدا. مفيش حد بيحب يمسك حاجه في ايده شكلها وحش او لونها باهت او الماتيريال بتاعتها تعبانه. لازم تكون الوان واضحه وماتيريال قويه. والاهم بقى انت هتسوق للعبه ازاي. التسويق مهم جدا. انت ممكن تعمل حاجه فكرتها تحفه بس ما تعرفش تبيعها، ممكن تعتمد على شركه ماركتنج او تتعلم انت بنفسك تكنيك الماركتنج وتنزل بالمنتج بتاعك وينجح باذن الله. وبالمناسبه في حلقه بالفعل عن الماركتنج ممكن تروح تشوفها. فبس كده، دي كانت حلقتنا عن صناعه الالعاب الورقيه. حلقه كانت مرحه شويه وفيها لعب كده. الالعاب جميله في حته ان هي بتفضي الدماغ، وممكن احيانا وانت بتفضي دماغك تحل مشكله كده. الالعاب كتير جدا لا حصر لها، وما تنساش ان اللعب بس للتسليه وتفضيه الدماغ، وما تاخدش كل وقتنا ولا تاخدنا من حاجات مهمه في حياتنا. عاوزاكم تقولي تحت في الكومنتات ايه هي لعبتكم المفضله. انا عن نفسي لعبتي المفضله هي كريزي 8 والشايب، وكل ما كانت المجموعه اكبر كل ما كانت اللعبه دي ممتعه اكتر. ممكن كتير منكم ما يعرفش ايه هي كريزي 8، بس دور عليها هتلاقيها ممتعه جدا. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقولي تحت في الكومنتات عاوزين في السلسله دي اتكلم عن ايه تاني. اشوفكم في حلقات تانية باذن الله. سلام عليكم.